اصل انت ممكن ربنا يهيئ لك جنود خفيه. المحبه جند من جنود الله. ربنا يحط محبتك في قلب فلان، فيبدا فلان ده طب يحصل كذا، طب فلانه دي فتبدا تعاملك كويس، فربنا يسخرها لك عشان هي حبتك. مين اللي حط المحبه دي في القلب؟ مش شطارتك، ولا انت عشان جميله، ولا انت عشان بتعرفي تقولي كلام كويس، ولا انت عشان بتخدمي الناس وما شاء الله عليكي. لا، اوعي تفكري كده. اوعي تفكري ان انت توكلي الى نفسك ولشطارتك. احنا كل يوم في اذكار المساء بنقول ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اوعي انت بقى توكلي نفسك لنفسك. اصل انا نجحت في شغلي عشان انا شاطره، اصل انا بنجح في الجامعه عشان انا متفوقه. لا، لو فكرتي كده تنزع النعمه على طول، ينزع التوفيق. كم واحد بيذاكر وما بيتوفقش؟ كم واحد بيروح شغل وبيعمل انترفيو وما بينجحش؟ مش بشطارتك. اوعي توكلي نفسك لنفسك. اوعي. حماتي بتحبني عشان انا بخدمها وكويسه؟ لا، ده المحبه جند من جنود الله. ربنا اللي يحط محبتك في قلبها عشان ربنا يسخرها لك. زوجي بيدافع عني عشان انا بتبعل كويس وانا عندي حسن معامله مع الزوج؟ لا، سخر ليكي قلبه من رب العالمين. يا رب المحبه جند من جنودك انت. حبب فيا زوجي وحبب فيا اهل زوجي، يسخرهم ليكي سبحانه وتعالى. القلوب بين يدي الرحمن.